انا يعني بجد بشوف ناس بتقول ان ناصر منسي الاسطوره ما ينفعش ينضم لمنتخب مصر. ليه؟ عايز اعرف ليه. ليه لاعب بيلعب في نادي الزمالك، متالق للموسم الثاني على التوالي، متالق وهو نجم من نجوم الفرقه، ليه ما ينفعش ينضم لمنتخب مصر؟ عشان هو مهاجم في نادي الزمالك. ممكن هو في مركزين دايما فيهم حاجه غريبه او ريحه وحشه، مركز حراسه المرمى ومركز المهاجم لازم يكونوا من الاهلي، ما تعرفش ليه. طيب المهاجمين اللي هم في مصر مين هم؟ هتتكلم على صلاح محسن، شكرا، ما ينفعش ينضم لا كاس عرب ولا محليين ولا افريقيا ولا اي حاجه. صلاح محسن. محمد شريف، شكرا شكرا مع السلامه. مين تاني؟ اسامه فيصل. انا شايف ان ناصر منسي احسن منه مليون مره. مين تاني؟ مروان عثمان. انا مش شايف ان هو يعني بيعمل حاجه مع الاهلي خالص. فانت بتتكلم مثلا في 3 مهاجمين يصلحوا للانضمام لمنتخب مصر على الورق. مصطفى محمد اكيد رقم 1، مفيش غيره. وعندك ناصر منسي الاسطوره. ولو مش عاجبك الاسطوره اخبط دماغك في الحيط. مين تاني؟ مروان حمدي مهاجم بيراميدز. انا شايف ان دول ال3 مهاجمين اللي هم يصلحوا ان هم يبقوا مع منتخب مصر الفتره الجايه. ناصر منسي متالق، طيب عايز ايه تاني؟ ما هو متالق، نعمل ايه تاني؟ بيسجل، طب عايز ايه تاني؟ طب ما هو بيسجل ومتالق، ينضم لمنتخب مصر. معلش، عشان هو زملكاوي مشيها، معلش مشيها المره دي، مشيها. نتمنى انضمام ناصر منسي لمنتخب مصر. في لعيبه كتير جدا 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 انضمت لمنتخب مصر وما بتعملش اي حاجه، زي صلاح محسن، زي محمد شريف لما انضم في كاس العرب، زي اسامه فيصل مثلا، زي لعيبه كتير جدا جدا جدا. ناصر منسي يستحق فرصه في المنتخب الاول 1000000%. لايك وجهة نظرك في الكومنتات، شير جدا الفيديو، فولو او متابعه، سلام.